مشاهدينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه حلقة جديدة من ملفات التحقيق. حينما تغيب الإنسانية تحضر الوحشية، وحينما تطل المسكرات والمخدرات بوجهها الكالح تحل النكبات وتنقطع المصالح. قضيتنا في هذه الحلقة قضية إنسانية مليئة بالأحداث الدراماتيكية. مسرح أحداث هذه القضية هذه المزرعة البسيطة بأرضها الساكنة، لكنه السكون الذي يجثم فوق اللغز الخطير. وحتى نكتشف وإياكم هذا اللغز دعونا نتابع وإياكم أحداث هذه الحلقة. اشتغل عندك هناك. بدأت القصة بعودة سالم إلى رحاب الوطن بعد أن قضى 3 سنوات دراسية في الخارج. ومع تقادم الزمن كانت مزرعته الخاصة بحاجة لبعض الإصلاحات، كان من أهمها حفر قناة لتصريف المياه. مشكلة تعال هنا وفرة هذا كثير وهذا مشكلة كثير. وش فيه؟ تعال. أعوذ بالله، وش ذا؟ هذا مشكلة كثير. وقف الشغل، لا أحد يشتغل، يندق على الشرطة، خلوه. دوريات الأمن أحمد مبارك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بلاغة. تم إبلاغ الشرطة، وعلى الفور توجه فريق التحقيق إلى الموقع لمباشرة القضية. خلال دقائق وصل ضابط الشرطة وأعوانه إلى الموقع، وكالمعتاد بدأت إجراءات فحص ومعاينة مسرح الجريمة ورفع الآثار والأدلة من الموقع بواسطة خبراء الأدلة. في ذلك اليوم تلقى مركز الشرطة بلاغا من أحد المواطنين عن وجود جثة في مزرعته الواقعة في ضواحي المدينة. انتقل رجال الشرطة ورجال البحث الجنائي والأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث، ووجد عظام لجثة آدمية تم دفنها من مدة طويلة. نظرا لوجود شكوك في وضع الجثة والمنطقة التي تم دفنها فيها، قام رجال الضبط الجنائي يرافقهم رجال الأدلة الجنائية ورجال التحريات بتوسيع دائرة الحفر وإزالة التراب الذي حول الجثة لمساحات أكبر. وكانت المفاجأة وجود 4 جثث أخرى في مسرح الحادث. تم تمشيط المزرعة وملحقاتها بحثا عن أدلة جديدة تساعد في فك لغز الجريمة. عثر خبراء الأدلة على خصلة من الشعر، ربما تكون هي الشعرة التي توصل إلى الحقيقة. تم العثور على عدد من البراميل الكبيرة تنبعث منها روائح كريهة، وبجوارها عدد من قوارير الماء البلاستيكية الفارغة، الأمر الذي يشير إلى أن المزرعة في وقت مضى كانت وكرا لتصنيع وترويج مادة المسكر المحلي المشهور بالعرق. وبين الأشجار تم العثور على عدد من الطلقات الفارغة من بندقية الصيد، مما يشير إلى فرضية وجود شباب من أهل البلد بهدف الصيد، أو أن الجناة نثروا الطلقات الفارغة بهدف التضليل. هنا في معمل التشريح أثبت تقرير الطب الشرعي أن الجثث ال5 تعود ل5 رجال متوسط العمر يترجح أنهم من العمالة الآسيوية. تم حشو أفواههم بقطع من القماش وتكميمها بلاصق، كما تم تقييد أرجلهم وأيديهم بحبال بلاستيكية تقليدية، عدا جثة واحدة لم تتعرض للتقييد. وكانت الأدلة والقرائن
ترجح أن المجني عليهم قتلوا بطريقة بشعة تتمثل في دفنهم أحياء بعد تقييدهم. طبعا خدمنا في الموضوع هذا جهاز التشريح الافتراضي، حيث أن لا نحتاج لإجراء أي فحوص. طبعا هو عبارة عن جهاز إشعاعي مقطعي مزود مدعم ببرنامج التشريح، الذي يعتبر الأول على مستوى العالم كجهاز متنقل. طبعا تمكنا من معرفة وتقدير سن الجناه، وتمكنا من معرفة سبب الوفاة، والحمد لله زملائنا في شعبة الوراثية توصلوا إلى نمط الجناه. في مكتب التحقيق بدأ المحقق بأخذ إفادة سالم حول مزرعته. والله طال عمرك أنا إن شاء الله معكم للنهاية حتى إن شاء الله تحصلون على الجنات. ممتاز. عشان كذا أبيك تعطيني معلومات كاملة عن وضع المزرعة من يوم سافرت للخارج إلى يوم وصولك المملكة. سلمك الله، أنا حصلت لي فرصة ابتعاث الخارج، وقبل لا أسافر سلمت المزرعة للعامل نذير. يا نذير. ايوه بابا. أنا بسافر. ايوه. وكل فترة وفترة بتصل عليك. بابا أنت روح، أنا مسؤول هنا، أنا كله تشيك. أنا ما في نفر هنا جوا، ما في نفرات مرة ما في جوا. شوف يا نذير. أيوة. مشاكل ما أبي. بابا ما في. زين. ما في والله، قسم بالله والله. يلا حط الشنطة. أوكي بابا. يلا مع السلامة. مع السلامة بابا، مع السلامة. بسم الله. ومضى ناجي مسافرا إلى خارج البلاد ليترك المزرعة أمانة في رقبة نذير، لكن نذير مع كل أسف بدا وكأنه ينتهز هذه الفرصة ليمارس أعماله الدنيئة. ومضت الأيام ليعود ناجي من سفره الطويل بعد 3 سنوات. فما الذي حدث؟ يا نذير. نذير. وين راح ذا؟ نذير. نذير. بسم الله الرحمن الرحيم، وين راح ذا؟ ولا جاء في بالي ان نذير يشرب خمر، ولا توقعت باي شكل من الاشكال ان المزرعه راح يقلبها المصنع خمر. عند فحص ومعاينة الجثث واتخاذ الإجراءات الأولية لتحقيق الهوية، تمكن المحقق من تحقيق هوية الجثث ال5، وعلى الفور تم استدعاء الكفلاء وأخذ إفاداتهم حول المجني عليهم، فأفادوا أنهم لا يعلمون شيئا عن الجريمة وأنهم قاموا بالإبلاغ رسميا عن تغيب مكفوليهم قبل 3 سنوات. قام رجال البحث والتحريات الجنائية بجهود كبيرة بين أوساط المقيمين بالمنطقة وأوساط الشباب للوصول إلى أي معلومة حول المزرعة والأشخاص الذين كانوا يترددون عليها قبيل اختفاء عامل المزرعة. تمكن رجال البحث والتحري ولله الحمد من الحصول على معلومات هامة في القضية. هذه المعلومات أسفرت عن وجود شاب مدمن للمسكرات كان معروفا باسم شهرته، جرى تحقيق هويته ومعرفة اسمه الحقيقي والقبض عليه. من في الجمال قدك يا حبيبي أنا وانت.
ناجي؟ أنت ناجي؟ ايش عندك اليوم؟ انا معك. امشي معنا مركز شرطة راح تفهم من الموضوع. يوم خميس يا ابوي والجو عليك. امشي معنا. علينا الجو. طيب ايش سويت انا فهمني؟ جالس في بيتي انا. اقول لك في بيتي تشيل من بيتي ليه؟ ايش سويت انا؟ ناجي، وين راح العمال اللي في المزرعة؟ اي مزرعه واي عمال. انا كنت في البيت وجابوني عندك. بعدين والله ما اعرف احد فيهم. ترى ما في مزرعه. في مركز الشرطة بدأ المحقق بسؤال ناجي حول المزرعة والعمال وعلاقته بهم، فكان الإنكار التام سيد الموقف. في بداية التحقيقات أنكر المتهم علاقته بالمزرعة والعمال جملة وتفصيلا، وحتى تتضح الحقيقة قام المحقق بعرض المتهم على عدد من عمال المنطقة ممن كانت لهم علاقة بالعمالة المجني عليها. أنت تشوف هذا نفر يجي مزرعة ناجي؟ ايوه. أوكي. فيما أفاد أحد الشهود أن المتهم كان آخر شخص رآه مع عامل المزرعة قبل يوم واحد فقط من اختفائه. تفضل. هذا شفته في مزرعة ناجي؟ يعطيك العافية. هاي تعال يا سنيك. صبر، ما في سوي تكبوري. شوية هلا سكر. ايش بقى؟ ابى 2 درجه اولى. حبيبي كله 100 درجة أولى ولا درجة ثانية. أنا ما في سوي لك. كذاب، انت جيب الدرجه الاولى الصح. صديق أنا ما نو أنت. أنا ما في نفرات سم. أنا أجيب كويس. دقيقة يلا. صبر. ايه كذاب دائما تصرفنا بذا. صبر مخ ما في أنت. يلا جيب فلوس بسرعة. يلا. درجه اولى. حبيبي أنت مخ ما في. جيب الله روح. يلا يلا برا. يلا تعال قفل الباب. أنا تعال. سكر باب. يلا روح. يلا لا روح. لا روح. سرعة. في مختبرات الأدلة الجنائية تسارعت خطوات الخبراء للوصول إلى أي دليل يوصل إلى الجناة ومقارنة الآثار المرفوعة من مسرح الحادث بهوية المتهم الجديد في القضية. طيب يا ناجي، علمني كيف كانت علاقتك مع نذير؟ أنا كنت أشتري من نذير، لكن ما أدري عنه أي شيء ثاني، ولا لي علاقة بأي شيء، ولا أدري أصلاً أنه مات. بدأت خرزات العقد تنفرط. أمام شهادة الشهود اعترف ناجي بأنه كان يحضر لدى العمال بالمزرعة لشراء الخمور، لكنه نفى علاقته بالجريمة. حصل تطور جديد في القضية، إذ أثبتت التحاليل المخبرية تطابق عينات الحمض النووي الDNA الخاصة بناجي بإحدى العينات المرفوعة من مسرح الجريمة. كانت العينة تخص شعارات آدمي وجدت عالقة بيد أحد العمال المجني عليهم.
رغم صعوبة الموقف وتعقيد القضية ومرور فترة طويلة كانت 3 سنوات على الجريمة وتحلل جثة المجني عليهم، إلا أن تقارير الأدلة الجنائية وجهود رجال البحث والتحريات كان له أثر كبير في حل لغز الجريمة وظهور الحقيقة. طبعا يا ناجي، كل التقارير والمعلومات تثبت إدانتك بقتل العمال ال5. لم تكن سوى لحظات انهار فيها ناجي أمام أدلة الحق، وبدأ بالاعتراف بجريمته. أنا أقول لك شلون صارت القصة. تعال ناجي، تعال. مالي انت؟ تعال، موجود تعال. ايش ما في كلام تعال خيمة؟ انت الكلام تعال هناك، انا جيتك هناك. خليك علينا. يجي زين. فين ورق؟ العب معنا. صب اول. انا شوية دقيقة صبر. كيف مدير؟ فل ها؟ قتل سرب. انت العب معنا. اليوم راتب ينزل، لازم انت فلوس. نلعب من اليوم لين الراتب الجاي. ما سلام. يلا خلي فلوس. ركب انا يلا. الله ركب. ناظر. يلا. وعلى امتداد خطوات الشيطان لم يكتفي ناجي ورفقاؤه بشرب الخمر ولعب القمار. هذا فلوس كل يوم انت شيل، هذا شيل، خلي يولي. ليش خلي يولي؟ انت يا نذير مخ كبير. ايوه في مخ. شوف هذا سمسم بترول. معلوم بترول؟ معلوم بترول. فلوس كثير. شوف. ايوه صار. انا افكر انت هذا سوا اخو. ايه شغل سوا هذا، سوي هذا. ايوه سوي كثير، انا ودي برا بيه يجي فلوس كثير. ايوه انت بيه كثير. الحين فلوس يجي ما في فايدة. الحين الحمد لله رزق الله يجيك فايدة 2600 ممكن. الحمد لله. درج انت، اقول لك ملايين. بس صديق انا خوف. ايش خوف انت؟ بس في ما في نفر خوف الا الله بس. صحيح. هذا مشروع يجيب فلوس، يبغى يدخل سوا. انت تصنع انا ابيع ولا ما يبقى؟ انا كله انت يبقى، كله نفرات. في صحتكم يا الوافدين. بل ازدادوا إجراما بأن شكلوا عصابة لتصنيع وترويج المسكر المحلي بين الشباب. وبدأ نذير بعمله الشرير، فأخذ يقوم بتصنيع الخمور في المزرعة، فيما كان ناجي يعاونه بتوزيعها بين الشباب. يلا اليوم كله ذا شوف بيع. اليوم انت مزاجي يجي كويس. صبر انا اجيب حاجه كويس. والله فلوس. انا معلوم صديق. هي صبيح. باقي واحد، هذا المين هذا بتخليه؟ خلي انا سرب بالليل. حط انت عندك سطول دي كلها. انت مخ مساعدة. يلا يا ابوي. دقيقة سوق طريق. عالشنطة. دقيقة سوق. اي طريق مزرعتك وتدور طريق. يلا هناك. يا صبر انا نفس كسر. الشنطة. صبر. شوف انا اودي هذا كله اليوم. ايوه. جيب فلوس، يجي خلي جلسة جاهز، كل امور طيبة. فلوس ما في في الليل. كلا روح سرعة. والله مشكلة انا فرمت ماوي. الله.
الله صديق. الله ما شاء الله. سوية يلا. الحمد لله خليها هلا ما في ايش يبقى. يلا جيب سوي. يلا جهز كرتونين بسرعة. كله جاهز انت معلوم جيب. يلا حرك. ايش هذا؟ ايش هذا؟ بس 200 ريال. بوس يدك وجه وقفا ولا تتكلم. انا بكره لو مسكوني الحكايم انت ما راح تنفعني. صديق انا كلام اول انا ما باتفاق انا كلام انا يبغى فايده. انت بس روح كده بس كده لا شيل انا اسوي زبط كده. انت هنا ما في نفر معلوم. فاهم مخ انت ولا ما في مخ؟ انا معلوم بس انت ما بيجيب فلوس هذا ما في كويس. طيب بكره خلاص انا بيع هنا انت بيع برا. شيل حكومه ودي بلد. ودي بلد. انت مجنون انت. صدق انا ما باتفاق كده انا ما يبقى كده انت شغل كله. يلا يا ابو جيب الكرتونين يلا بلا هبل. برجع السياره الراوس الاقي الكرتونين هنا جاهزه. هيا وعلى طريق المسكرات والقمار بدأت بذور الخلاف تظهر بين شلة الفساد. صدق ما في زلط هذه دنيا. لا تضحك العب ثاني. هذه 500 يلا اطرحوا فلوسكم. هيا ما بيقوم دقيقة صبر. هذا 500 هذا كله صديق ما مشكلة. 1000 ريال ما مشكلة. ازعلوا ما العب. شو المسخرة ذي؟ صديق ما في زلط لا يلا جيب فلوس. تمسخر علي وانت اخوياك ها؟ خليك انت اللي تسويه. اسمي الحين جاي. يلا انا قوم. صديق اتفاق كله نبر اتفاق 200 ريال ما في زيادة. بعد وقوع الخلاف بين المتهم وبين عمال المزرعة بسبب بيع الخمور ولعب القمار امتلأ قلب المتهم بالغيظ والحقد حتى قرر أن ينتقم من عمال المزرعة بمساعدة رفقاء السوء الذين كان يجلس معهم. أبي فزعتكم يا رجال. فزعتنا في ويش؟ بعدين أقول لكم. خلكم جاهزين. أنا معك على الخير والشر. دام أن الخير موجود أبشر به. اليوم سهرة أوروبية. أنا أسوي بارتي. كيف يعني سهرة أوروبية؟ كيف كلام؟ أوه هذا بريالين ما ينفع. خلي خايس هذا. أنا أجيب أوروبي. ما في هذا كويس؟ ما في كويس. يلا أنت جيب. أنا أجيب كويس. بس كله شرب ها؟ رب اليوم كله شرب. حقه نذير هذا خلي ولي ها؟ أنا أجيب. جبتوا الشراب؟ جبناه هيا جيب هيا طلعوا. طيب يا سلام. نادي فكوا. أخر فك. والله لا لعن الجدف. يلعب علي أنا في قمار. خليكم هنا جاهزين. جاهزين بس يدوخون بس شوي. خلاص ننتظرك حنا هنا. كفو استعجل. خلاص خلي شيل هذا بريالين شيل. الله يصير خلي هنا برا ما في كويس هذا. الله ايش هذا انت جيب؟ هذا ربي. كيف تكبر رجي ربي كيف؟ شوف هذا فيه نظام. ما في يشرب كذا على طول زي ذا. هذا نظام. لازم جو رومانسي. طفي نور. كلام شوية
ريلاكس. يلا سكر بسرعة. بس هذا مو هذا ربي هذا. سوي يا صديق. ايوه كله شرب. ها كله شرب. هذا صديق، انا ادي قارورة. انت صديقي اشرب. كويس. اشرب انت طاستك صغيرة وايش ذا الفنجان؟ والله كويس صديق. يلا شرب انت كامل. ها انت صديق. انا وحش شرب. بدأ ناجي بتنفيذ فعلته الشنيعة. لم يكن ناجي يهتم برومانسية الجلسة بقدر اهتمامه بإطفاء الأنوار حتى لا يلاحظ العمال تغير لون المشروب فتنكشف خطته. في ذلك اليوم قام المتهم بإحضار قارورة من المسكر ووضع فيها مادة منومة، ثم قام بتقديم المسكر للعمال. وبعد أن شرب العمال المسكر وتأثروا بالمادة المخدرة، هجم المتهم ورفقائه على العمال وقيدوهم وضربوهم. هيا يلا جاهزين. ندخل قدامنا. ثم قاموا بحشو أفواههم بقطعة من القماش وكمموها بلاصق. وهنا كانت المفاجأة، حيث توفى أحد العمال بسبب قوة الضرب والتعذيب. شكله يا جماعة مات. ناجي ما اتفقنا على كذا يا ناجي. ما علي انا، خلصوني من ذا الموضوع. يلا خلينا نشيلهم. يلا افتح لي كيف. ما كنت ناوي اقتل احد، لكن يوم مات العامل الاول توهقنا وخفنا فخلصنا عليهم كلهم. بعدين اخذناهم على الحفر، اخذناهم واحد وجردناهم من اغراضهم الشخصيه، جوالاتهم، فلوسهم، حطيناهم في الحفره. رحت له مكان. هنا وين يا ميكو؟ هنا يلا كلب ذاك باقي هناك. ساعدك. أنا ندمان والله، ندمان. امشي مقبل صنعت. هكذا مشاهدي الكرام خرج الجناة من المزرعة بعد تنفيذهم جريمتهم. خرجوا في ظلمة الليل وهم غافلون، خرجوا يظنون أنهم ناجون، لكنهم نسوا أن رقابة الله عز وجل حاضرة. إنه الله الذي يمهل ولا يهمل. بعد سنوات
وبعد أن طال الأمد تم القبض على هؤلاء الجناه ليلقوا جزاءهم العادل. كم هي خسارة وأي خسارة أن يخسر الإنسان دينه وعقله وخلقه في مسكرات ومخدرات وآثام، ثم تجره هذه الآثام إلى إزهاق للروح المعصومة، ظلمات بعضها فوق بعض وجرائم